تفرد كتب التاريخ مساحتها الأوسع لبطل المشهد الأول، لمن سيعانق المجد قبل الآخرين، لمن سيقتدي به الجميع وسيبقون خلفه على مر السنين. لكل ذلك فإن لقب الدوري الأفريقي الحائر بين شمال القارة وجنوبها سيشهد حوارا دراماتيكيا بين الوداد العاشق لكتابة الأمجاد وصن داونز الذي لا يخلف الميعاد، في بطولة جاءت على عجل وستمضي على عجل بعد أن حققت المراد والأمل. في الدار البيضاء بملعب النار انطلق قطار النهائي على إيقاع الحذر والحيطة، فلا الوداد ارتمى من البداية نحو الهجوم، ولا صن داونز نثر سحره أو كشر عن أنيابه. وبعد أن استقرأ المدربان النوايا دار صراع كبير للقبض على وسط الميدان، ونجح الوداد في الرهان الصعب وكسر صمت شباك ضيفه للمرة الأولى في البطولة بعد مهارة فردية كبيرة من منتصر الحتيمي الذي أرسل كرة عرضية أسكنها مدافع صن داونز ريفالدو كويتزي في شباك فريقه، وفعل ما عجز عنه كل الخصوم. وكان هذا الهدف الذي جاء في أواخر الشوط الأول بداية لمسار فني جديد في المباراة، إذ دفع صن داونز بخطوطه الثلاثة لتضييق المساحات على لاعبي الوداد وسعى لمحاصرتهم في منطقتهم. ونتيجة للصعوبة التي وجدها لاعبو الوداد في إخراج الكرة من الخلف، فإن صن داونز حصل على ضربة جزاء أعادته بكامل الاستحقاق للمباراة. لاعب الرجاء وشباب المحمدية الأسبق عبد المنعم بوطويل سجل من علامة الجزاء هدف التعادل قبل 17 دقيقة من النهاية. هدف خارج الديار كان بمثابة الكنز لصن داونز قبل لقاء الإياب في بريتوريا. لكن جماهير الوداد دفعت فريقها لأقصى حدوده، فخرج سريعا من بؤرة الشك ووجد البديل أنس سرغات المساحة ليسدد كرة قوية لا تصد ولا ترد، اهتزت معها الشباك وأبهجت الأنصار في المدرجات. هب من جوه الشبكات، هب من داخل الشبكات، الوداد الوداد الوداد. هدف الفوز للوداد أسدل الستار على لقاء الذهاب الذي أوفى بكل الوعود، انتظار المشهد الأخير ولقاء التتويج في الإياب، وفيه كل الاحتمالات قائمة، واللقب الأول سيحتفظ بكل أسراره وإثارته وهوية فارسه حتى الرمق الأخير.